اوه، اول ما تشم الريحة بتشم ريحة فلفل واضحة، فورا بتفوت على منخارك. راح نقيم ونجرب اليوم شيبسي ليز، هل يستاهل انك تجربه؟ راح نقيم 4 نكهات، نكهتين جديدات كليا في السوق، لكن من خلال الفيديو اليوم راح نقيم ونرتب لك اياها من 0 ل10، شو اطيب نكهة وشو اسوء نكهة، وهل يستاهل انك تجرب شيبسي ليز. لا تنسى اللايك والاشتراك. روح على اول نكهة معنا. اول نكهة معنا وهي النكهة الجديدة كليا، وهي نكهة البصل المكرمل مع كريمة الثوم. خلينا نشوف هل يستاهل انك تجربه، راح اقيم لك اياه بكل صراحة. بسم الله. مبدئيا الباكج بجنن حلو، فيه حركات كثير. واو، الريحة أول ما تشم الصراحة ريحة بصل مشوي. خلنا نشوف. واو، الحبة شوف مكبرها، جاي الحبة زقزاق. خلنا نشوف الطعم. بسم الله. أول شيء مقرمش كثير، تقول لي عم تاكل خشب. الحبة مش مليانة زيت، ما فيها زيت قليل، زيت واضح. واو، نكهة البصل وكريمة الثوم. البصل واضح أكثر من كريمة الثوم الصراحة، فطعمة البصل قوية، طعمة بصل مشوي بتحس. ف تقييم حيادي، تقييم 7/10. النكهة الثانية اللي سويتها ليز وهو حار وليمون. الميكس هذا رهيب، بأي شيبس بتحط حار وليمون بيطلع لذيذ وبيطلع ميكس جبار. فخلنا نشوف هل ليز سوت شيء لذيذ ومختلف. بسم الله. اوه، اول ما تشم الريحة بتشم ريحة فلفل واضحة، فورا بتفوت على منخارك. ريحة قوية. واو، اهم شيء واو شوف شوف شوف، اهم شيء حاطين لك كل شيبساية بحالها، مليانة بهارات احمر. خلينا نشوف الطعم. بسم الله. اول ما تاكل طعمة الليمون، بعدين الحار. واو، مقرمش كتير نفس الاولاني. ليز ابدعت بهذا المنتج الصراحة. حار وليمون. شو بيميزه عن الشيبسات الثانية بحار وليمون؟ النكهة هون مش كثير قوية. في شيبس انت بتجيبه بكون بحار وليمون، بكون طعمة الليمون كثير قوية حامضة، ما بتقدر تاكل حبتين ثلاثة. لكن هون الصراحة مع فيلم سهرة عم تتفرج على شيء بتقدر تاكل هيك، تستمتع حبة بحبتها، طعم خفيف. ومثل ما قلت لك هاي السناكات تبعت ليز تقدر تضيف معاها اي سناك جنبه، لبنة، حمص، متبل بابا غنوج، بيزبط معك كثير الصراحة. ميكس بيطلع رهيب. فهذا راح نقيمه 9/10، اطيب من البصل والثوم. 9/10. المنتج الثالث من ليز وهو منتج قديم نوعا ما، مش كثير جديد، لكن طعمة البيتزا انا اول مرة بجيبه الصراحة، وراح اقيمه قدامكم بكل صراحة بدون ما انحاز. بسم الله. طبعا هون اول ما تشيل الكيس هذا بتحس الفرق بينه وبين المنتج الاولاني اللي هو جديد. صراحة هناك من برا الغلاف سميك، تحس فيه تعبين عليه اكثر. هون شوي رقيق، بتحسه بلاستيك رديء. ايوه، هون فرق الشيبسي. هون الشيبس مسطح، هناك كان زقزاق. انا مين بفضل الصراحة؟ بفضل الزقزاق، بحس حالي عم اكل شيبسي. فخلنا نشوف هون بطعمة البيتزا المارغريتا هل هو لذيذ ويستاهل انك تجربه. بسم الله. واو، الصراحة جايبين الطعمة كلها، طعمة بيتزا مارغريتا نظامي. والله أول مرة بجربه هذا. واو، صراحة هاي النكهة ما توقعتها هيك لذيذة والله. أنا مجرب شيبسي بطعم البيتزا ما يعجبني كثير، بس هذا الصراحة فاجأني، فراح أقيمه 9/10. الصراحة لذيذ. طعمة البيتزا مثل ما قلت لك مش كثير قوية، طعمة متوازنة، فيستاهل انك تجربه. 9/10. المنتج الاخير معنا وهو الشيبسي KFC، فكمان هذا اول مرة بجربه. هو موجود بالسوق لكن بالنسبة لي اول مرة بجربه، وراح نجربه مع بعض. واو، اول ما شميت الريحة الصراحة ريحة
كي اف سي. لما تشتري كي اف سي تشم البوكس صراحة نفس الريحة جايبينها. كمان الحبة كاملة ولا في ولا حبة متكسرة الصراحة. بسم الله. لذيذ شوي مش كثير. البيتزا اطيب منه الصراحه. البيتزا كان في طعم هيك جايبين اكثر. هون طعمة الكنتاكي شوي مبينه. لكن برجع بجربه لا وما بنصحك فيه. فبقيمه الصراحه 7.5 من 10. لذيذ يعني مقبول لكن ولا برجع بشتريه. شوف بكل سهوله بالمركز الاول هذا المنتج وهو الشيبسي طعم الليمون والحار. مركز اول تقييم 9 من 10. المركز الثاني بجدارة بطعمة البيتزا الصراحة فاجأني هذا. كنت اشوفه زمان كثير بالسوق لكن ما جربت. اول مرة بجربه واخذ معي راح اقيمه الصراحة 8.5. الصراحة بستاهل انك تجربه لذيذ. فهذا اخذ المركز الثاني. المركز الثالث بياخذ معنا هذا الشيبسي اللي هو جديد من ليز وهو البصل المشوي مع كريمة الثوم. الصراحة ما كثير عجبني. طعمة البصل اكثر واضحة. طعم البصل مشوي بتستطعم فيها لكن ما كثير عجبني. فبقيمه تقريبا 7 كمان من 10. والاخير بقيمه اخذ كمان 7 من 10 وهو كنتاكي. ما عجبني يعني مش ما عجبني انه ما برجع بجيبه يلي قبله كانوا اطيب. وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك وانتظار فيديوهاتنا الجديدة. السلام عليكم.